السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين احساس الانسان اللي بيبقى شايل هم كل حاجة على دماغه؟ عارفين الانسان ده اخرته ايه؟ بتجيله جلطة وبيموت. وخلينا صراحة، بتجيله جلطة وبيموت. نعمل ايه بقى عشان معلش هنعمل ايه بقى عشان ما نبقاش الانسان ده؟ عشان ما نبصش فجأة كده نلاقي نفسنا صحتنا بتروح وحياتنا بتتدمر في الفاضي واحنا ما عملناش حاجة اصلا كده. الانسان في الاول وفي الاخر نفسية، مش والله ما كلامي، بس هو الانسان في الاول في الاخر نفسية. هو نفسيته اللي بتخليه، يعني انا مش هقول نفسيته اللي بتحركه، لان في ناس بتبقى نفسيتها تعبانة وبتتحرك برضو وبتعمل كل حاجة، بس تتحرك وانت مرتاح ولا تتحرك وانت متقدر وجاي على نفسك وتعبان؟ تعمل ايه بقى عشان ترتاح؟ انا جاي اقولك الخلاصة. عارفين اول حاجة، عارفين الناس اللي مستحيل تطلع نفسها غلطانة؟ في نوعية كده، اكيد في حد في حياتكم كده ان لم يكن اكتر. اكيد في ناس يعني بص، مستحيل تقول انا غلطانة انا اسفة. لو اتوقعت السما على الارض مش هيقولوا كده. الناس دي ببساطة وبهدوء امشوا، انسحبوا، او لو مش هينفع تنسحبوا قللوا التعامل على قد ما تقدروا. اللي هو ايه كده، يعني ما يبقاش في تعامل جامد لدرجة اللي بيحصل بقى مشاحنات وخناق وحاجات كده. لا، اللي هو بالراحة، عشان انت شايفه كل الأدلة بتقول ان ده مطلع عينك وهو شايف انه ما عملش حاجة. يبقى شكرا، يبقى السلام عليكم وعليكم السلام. لو مش هينفع ان انت تقطع معاه، يبقى العلاقة عادي، اللي هو عادي كده. ما بقول كلام صعب، انا مش بقول مثلا حاجة فوق قدرة تحمل البشر. احنا كسبانين في الاخر لما نسيب الناس دي كده، اللي هو تغني وترد على نفسها. وهم مش بس مش هيعترفوا بغلطهم، لا، هم هيطلعوك انت اللي غلطان وانت اللي وحش وانت اللي عملت وانت اللي خليت وانت اللي كلت الجبنة في الاخر. فما ينفعش. الناس دي بجد يا جماعة اكتر حاجة بتشفط طاقة الواحد. تبقى صاحي كده، انا عندك حاجات عايز تعملها ودماغك فيها مليون حاجة، تلاقي ده في وشك كده بيشيلك الهم. اعمل نفسك ان انت مش شايفه. هيقعد يتكلم بقى ويندب، حط سماعة في ودنك وحلك منه، عشان والله انت الخسران. هو مستمتع، هو باللي هو بيعمله ده هو مستمتع. هو عايز بس يشفط طاقتك، يحسسك بالذنب على حاجة انت ما عملتهاش. هو كده مستمتع ومبسوط ومزاجه رايق. هو حتى مش مزاجه رايق، بس هو كده انبسط. هو ده هدفه، اللي هو اشمعنى انت مبسوط وانا مش مبسوط كده. فالناس دي ابعدوا عنهم. زيهم بالظبط زي الناس الندابة اللي هم عمال على بطال وعايشين في الماضي ما بيطلعوش منه. عارفة ان في ناس اتجرحوا، حصل فيهم اللي ما حصلش لحد واللي ما كانوش يتوقعوا انه يحصل، بس مش هنقعد نحكي ونهري فيه العمر كله. يعني تبقى حاجة حصلت من 5 6 10 سنين وقاعدين يندبوا فيها لحد دلوقتي وما بياخدوش ولا خطوة في حياتهم. والمفروض ان انت كل مرة تسمع فيها قصة تتعاطف طب تعاطفت بدل مرة 500. بس نعمل حاجة، نعمل اي حاجة، ما نفضلش عايشين في الماضي. احنا بنخسر حياتنا كلها. الناس دي برضو بتشفط الطاقة برضو، والله العظيم، يعني والله بجد. الناس دي والناس اللي زي ما قلت لكم اللي ما بيطلعوش نفسهم غلطانين في اي حال من الاحوال، ان نتعامل معاهم عادي. وعلى فكرة والله العظيم انا مش قصدي الناس اللي هي التانية اللي بتفضل تشكي وتحكي دي، انا مش قصدي حاجة. يعني مش قصدي ان هم مثلا وحشين، لا، هم مظلومين عادي، بس هم بيعشقوا بقى ايه دور الضحية. انه انا ضحية، انا اتعمل فيا ومش عارف ايه دول. والله انت تقعد تدي في حلول
وانه لازم تعملي او تعمل حاجة تطلع بيها من الجو اللي انت معايش نفسك فيه ده. ونفس الحياة، والله نفس الكلام بيتقال كل شوية. تعمل حاجة ما بعرفش اعمل، اتعلم واعمل، ما بعرفش اتعلم، ويقعد يندب برضو على اللي كان واللي حصل. فرق كبير بين الشخص اللي بيفضفض، يعني بين الوقت اللي هو بيفضفض فيه وبين اللي واخد الندب اسلوب حياة، اللي هو خلاص انا دي حياة بقى، اللي بنبات فيه بنصبح فيه، بقول نفس الكلام كل يوم وقاعد بعملش اي حاجة. يعني انا بقول على الناس اللي اسلوب حياتهم الندب على نفس الحاجات اللي بيندبوا عليها كل يوم من غير ما يتقدموا. لكن الشخص بقى اللي بيفك عن نفسه بكلمتين، بيفضفض، اللي هو ما هو حقه يسأل انا ليه اتعمل فيا كده ليه، بغض النظر عن انه مش هيوصل لإجابة، بس هو بيفضفض ويعيط ويقوم يشوف اللي وراه، مش مكمل عشان الحياة ما بتقفش الا لما بنموت. قبل ما نموت الحياة شغالة لو احنا عايشين فيها لوحدنا. انا اتعصبت من مجرد ما انا بفتكر، يعني شوفوا بقى، يعني تخيلوا بقى واحنا بنتعامل يعني كده. فبقول لكم اللي محتاج راحته النفسية او صحته النفسية، الناس دي والله ما تناقش. يعني اللي تلاقي بقى كده وانت خلاص مصمم، ما تناقش. لذلك في ناس هدفها الاساسي انها تحطم فيك قصدي، وتقلل منك عشان تبين ان هي يعني تخليك شبهها، تخليك اللي هو ايه انت، لا انت مش احسن مني، او ما فيش حد احسن من حد في كل الاحوال. بس هو اي حاجة هيشوفك بتعملها هيحب انه يقلل منها عشان ما تبقاش اعلى منه، عشان هو مش عارف او مش عايز يتحرك، فخليك جنبي. فهيبين لك ان الحاجة اللي انت عايزها دي مش كويسة ومش حلوة ومش هتضيف لك ومش عارف ايه، علشان تفضلوا انتوا الاتنين جنب بعض تحت. مالكش دعوة، كمل زي ما انت. هدفها دلوقتي ان هي تشدك تحت. ما انت اصل انت لو طلعت، ما انت كده تبقى احسن مني. احنا بصوا الف ب نفسية ناس، والله في انواع كده من الناس لو بعدنا عنها الحاجات التانية دي بتبقى بينك وبين نفسك كده محلولة. لكن الناس اكتر حاجة في الدنيا تشفط الطاقة وتبوظ النفسية. فالناس يا جماعة نعرف اختياراتنا في الحياة، نعرف الناس اللي معانا دول صحاب، جوز، ايا كان، اعرف انت بتختار ايه. مش هقول اهل علشان دول كده كده موجودين، لكن يعني على قد ما نقدر برضو نحاول نعدي الدنيا، يعني برضو على قد ما نقدر لو مثلا اهلك من النوعية دي حاول تعدي الدنيا معاهم، مشيها. لكن لما يبقى بقى جوزك كده ولا مراتك وانت مش مرتاح، امشي. والله العظيم مش يا عم اللي يقول عليك بياع يقول ايه، اخلع. انت مثلا لو انت قعدت تقول كده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، او انت قعدت تقولي كده لجوزك او لايا كان، وشايفه ان هو ما بيتغيرش وبيزهقك وطريقته دي بيزهقك، ما هو ربنا عمل الطلاق ليه ولا عمل الانفصال ليه؟ بس انا مش والله ما بحرض حد على حد، بس انت هتعيش كم مرة واقول لك حاجة انا مش مقتنعة اصلا بجملة احنا هنعيش مرة واحدة دي. احنا يعني اللي هو كمبرر يعني ان احنا نختار نفسنا، احنا لو هنعيش كذا مرة اختار نفسك في كل مرة بجد. يعني لو الحياة هي الحياة واحدة وكل حاجة، بس لو هي مش واحدة ده برضو مش مبرر يخليك تيجي على نفسك، اللي هو ماشي انا في المرة دي هتنازل وفي المرة التانية هبقى انبسط في كل مرة، انبسط في كل مرة، لان هي ربنا اداها لك انت بتاعتك. شوف انت ايه المناسب ليك واللي يفرحك، طبعا في حدود الحاجات كتير الضوابط، واعمله ما تخليش حد يأثر عليك، عشان الناس مش شايفة اللي هنا ولا اللي هنا.
انت عندك هنا حاجة عايز توصلها او هنا حاجة متعلق بيها. هما مش شايفين ده، يفضلوا برضو يحبطوا فيك، وهي دي الحاجة اللي انت كنت عايزها، وهي الحاجة دي بالنسبة لك الدنيا والجنة. بس هما مش شايفين كده، لان هما ما دخلوش هنا ولا دخلوا هنا. فما تركزش في كلامهم ابدا ابدا. عارفين والله العظيم لو هم عندهم حلم ولا هدف ما هيقللوا من حلمك وهدفك، علشان هم هيبقى عندهم برضو الاحساس ان هم جواهم حاجة هم بس اللي شايفينها وتصور للحياة اللي هم عايزينها. فهيفهموا ان انت كمان مش عندك نفس الحلم اللي عندهم، بس عندك نفس الموقف، فمش هيقللوا منه. لكن دول ناس فاضية مش فاهمين حاجة، فاي حاجة انت هتعملها هينتقدوها. بس ادي حاجة. فانا بقول لكم الف ب راحة نفسية. البني ادمين انواع من البشر يعني حاولوا والله العظيم اعيدها للمليون مرة، ما فيش حاجة بتشفط الطاقة والنفسية قد البني ادمين. في حين ان في ناس تانية انت مجرد كده مسج كده منهم بس تفتح نفسك على الدنيا واللي فيها. فيعني زي ما في كده في كده، خليك بقى مع دول وتجنب دول. علشان ايه؟ علشان احنا مش عايزين نموت مجلوطين بس. اوعوا تكونوا فاكرين اننا لما نحاول نعيش حياة نفسية سليمة انه مش هيبقى فيه مشاكل. هيبقى فيه مشاكل، بس هو ستيل فيه مشاكل في كل الاحوال، بس الفكرة انه هتتعامل ازاي معاها. يعني في ناس فاكرة انه مجرد ما انا احاول ابعد عن المشاكل فان مفيش مشاكل. لا، انت هتسدها من هنا هتضرب من هنا. فهي ايه؟ هي كده، هي ماشية كده، والله هي ماشية كده. مفيش وقت كله، مفيش حياة كلها من غير مشاكل، ولا كلها إيه يعني مفيش حياة كلها حلوة ولا حياة كلها وحشة. هي ميكس كده. فمهما ان انت تحاول تبقى مبسوط طول الوقت، هيجي وقت غصب عنك مش تبقى مبسوط، هتحصل حاجات تخليك مش مبسوط. لازم نتقبل ده، دي سنة الحياة وده الواقع وده كل حاجة في الدنيا. دي الحياة، ما بتمشيش على وتيرة واحدة، شوية كده شوية كده، ups and down. خلصنا بقى من الناس ومين اللي نتعامل معاهم ومين اللي ما نتعاملش معاهم، ونحط حدود نفسية. اللي هو انا الحاجة دي بتضايقني، ارجوك ما تعملهاش معايا. هيقولك طب ما فلان انا بعملها معاه براحته، هو قابل انا مش قابل. حدودك النفسية حصون بتحميك جواها، بتحميك وبتحمي نفسيتك من الناس دي. عارفين بقى في حاجة اسمها علاقتك بنفسك. سيبنا بقى من الناس بقى، خلاص قفلنا بابهم. مش عارفة الصوت ده طالع ولا لا، بس هو في حد بينادي في ميكروفون على حاجة، فلو الصوت طالع معلش انا اسف. علاقتك بنفسك او علاقتك، هي علاقة مش علاقة. المهم علاقتك بنفسك حاجة مهمة، هي اهم حاجة باي ذا واي. يعني مش اللي هو يا تتعامل معاها حلو يا تقسى عليها. هي لا، هي دي اللي معاك. فانت قاعد انت وهي 24 ساعة في وش بعض. حتى وانت نايم، انت نايم بنفسك. يعني تخيل بقى وانت عايش وانت صاحي وانت رايح الجامعة بتدرس، رايح قاعد تشتغل شغل، قاعد مش عارف تعمل ايه. نفسك انت ونفسك. تخيل ان انت عايش مع حد 24 ساعة. يعني علاقتكم لازم تبقى عاملة ازاي؟ مش محتاجة اوضح. فايه ان انت تبقى حنين على نفسك وتاخد بايديها وتاخد بالك منها. دي انا شايفة انها مش رفاهية، يا تحصل يا ما تحصلش. دي لازم تحصل، لازم تهتم بنفسك، تشتغل على علاقتك بنفسك وتقويها وتحسنها
ويعني اوكي، انت ممكن قبل كده مثلا كنت بتقسى عليها في حتة ان انت بتحملها الذنب وبتشيلها اللوم، وانت فاشلة وانت غلطتي وانت معرفش ايه. ما هي لازم تغلط، محدش بيتخلق ويموت من غير ما يغلط في النص. يعني هو ربنا اصلا قال انه لو محدش غلط خالص هجيب ناس غيركم يغلطوا واغفر لهم، لو محدش خالص غلط. بس مفيش حد ما بيغلطش، كلنا من كبرنا لصغيرنا اتخلقنا البشر فيهم طبع الغلط، فطبيعي انها تغلط وتفشل وتقع وت... وتكسل وتتخاذل وتعمل كل حاجة بشعة. هتمسكها تجلدها ولا بالراحة تفهم؟ انت تسألها انت عملتي كده ليه، هترد عليك. شوف هترد عليك ازاي. اهم حاجة بقى تكون صادق مع نفسك، تكون صريح مع نفسك، علشان نفسك ترد عليك الردود اللي تخليك فعلا تصلحها. ومفيش حد نفسه بتكذب عليه، هو انت وهي بتقول انت عارف هي كده كدابة ولا صادقة. بس انت بقى في ايدك تعدلها اللي قالته ده لو هو كذب، عشان خاطر ايه؟ تمشي الدنيا وبرر لنفسك وتريح ضميرك، او تقول لها لا ده مش كده. لان انت بتبقى عارف وانت بتدي المبررات جوه نفسك دي حقيقة ولا لا. تمسكها كده تقولك انا عملت كده عشان 1 2 3، تفهم ايه اللي خلاها توصل للمرحلة دي، ايه اللي خلاها تفشل في الحاجة دي، وايه اللي خلاها تقع في الذنب ده، ايه اللي خلاها كذا كذا كذا. وتبدأ تشتغل على انك تصلحه، بحيث انك ما تعيدوش مرة تانية، ولو اتعاد مرة تانية تشتغل عليه في المرة التانية بحيث انه ما يتعادش مرة تالتة، وتفضل تجاهد بقى كده. انا سقطت في الامتحان الفلاني اصلا انا ما كنتش مذاكرة. ما كنتش مذاكرة ليه؟ هتقولك عشان كذا كذا كذا. طبعا نص المبررات هتبقى مش مقبولة، فتحاول بقى ان انت تشتغل بعد كده على ان ده ما يحصلش تاني. لكن مش تقول لها انا مش هتعامل معاكي تاني انت فاشله، وتقعد بقى تضيع حياتك كلها ان انت خلاص انت اقتنعت بقى ان انت فاشل، انا مش هعمل حاجه في حياتي. يا فرحتي، ما ينفعش. فايه بقى؟ زي ما قلت لكم، علاقتكم بنفسكم عاملها كانها طفله وكافئها. يعني لما تعمل حاجه حلوه كافئها، ان شاء الله تكون حاجه قد كده. حضرت محاضره ما كانتش عايزه تنزلها، هتلاقي حاجه حلوه. بالمناسبه انا لسه مفوته محاضره من شويه ما نزلتهاش. المهم يعني تتعامل معاها. قعدت اقول لنفسي بقى ايه دلوقتي، يعني بما ان دي حاجه لسه حاصله دلوقتي. قلت لها انتي ما نزلتيش ليه؟ قالت لي انا كنت عايزه انام. يعني كانت عايزه تنام ليه؟ علشان هي نامت امبارح متاخر. فنشتغل المره الجايه على ايه؟ على اننا ما ننامش متاخر، فبالتالي هنعرف نصحى الصبح ونروح المحاضره بتاعتنا عادي. وانا عارفه انه مش مبرر ان انا ما قدرتش اصحى، المفروض ان انا كنت غصب عني اقوم نفسي واقاوم النوم واروح اشوف اللي ورايا. بس اللي هون عليا شويه ان الدكتور ما بياخدش غياب. يعني هو لو كان في اتندنس انا كنت بصراحه جيت على نفسي وقمت، لانه في نظام كده اللي بيغيب اكتر من عدد محاضرات معين بيشيل الماده، وانا مش الحمد لله يعني. بس فانا الدكتور مش بياخد غياب، والله ما انا رايحه كده. بس ده غلط، ده غلط. ليه؟ لانه انا كده ضيعت الحاجات اللي كنت المفروض استفيدها من المحاضره. قلت لنفسي ايه؟ طب ما زمايلك بيكتبوا المحاضره وبينزلوها على الجروب. يعني بصوا، بتجيلها من هنا تجيلي من هنا. بس ان شاء الله المره الجايه هنزل باذن الله. المهم عشان كمان تبدا يومك بقى بنفسيه حلوه، ابداوا بحاجه انت بتحبها. يعني اصحى على حاجه انت عايز تحسها. ان شاء الله لو فنجان قهوه، تصحى كده اللي هو انا متحمس اصحى عشان اشرب فنجان القهوه اللي انا بحبه، فتصحى تشرب فنجان القهوه اللي انت بتحبه وتبدا يومك عادي. ده كله بيفرق في النفسيه وبيفرق في الحاجه وفي الحياه. وعلى فكره مفيش حد بيبقى مبسوط وهو تايه. يعني اكيد ان لو انت مش عارف انت عايش ليه، بتصحى من النوم تعمل ايه، انت تايه. مفيش هدف واضح، مفيش سكة، مفيش قضبان للقطر بتاع حياتك، هو ماشي كده بالله.
كلنا ماشيين بالله، بس يعني هو لو ما فيش هدف احنا هنبقى مبسوطين؟ حاسه لا. فندور على احنا عايزين ايه، ونبدأ اننا نحاول نشتغل عليه ونديله من وقتنا، فيبقى وقتنا ليه قيمة عندنا، ان احنا بنسعى لحاجة احنا عايزينها تحصل. بس اقول لكم حاجة، انا لما ما روحتش المحاضرة، انا قعدت اقول لنفسي طب انت دلوقتي يعني اعملي بقى حاجة تخليكي ترضي عن نفسك بعد ما فوتي المحاضرة. فقعدت اصور الفيديو ده، يعني لان انا اليوم اللي انا بنزل فيه الجامعة انا بحس ان ده انجاز اليوم اصلا، اللي هو خلاص انا نزلت الجامعة الحمد لله والشكر لله، باجي بقى انام بقية اليوم. فدلوقتي انا عملت حاجة حلوة، هحس انها انجاز، هحس ان انا كده خلاص انا اليوم ده بقى ليه قيمته ان انا نزلت الجامعة وحصلت المعلومات من الكذا محاضرة اللي كانت عندي. النهاردة انا ما عملتش كده، فاذا اليوم هيعدي من غير انجاز. على فكرة ورايا مليون حاجة بس يعني بحسها عادي برضو، لكن الانجاز الحقيقي لما بعمل حاجة انا بحبها. وعلى فكرة كل حاجة بعملها انا بحبها، لكن اكتر حاجات بقى بحبها ان انا اصور، والله يعني دي اكتر حاجة بحب اعملها. بحب قوي صناعة المحتوى، بحب الايديتنج والمونتاج وكل حاجة. فدلوقتي انا هقعد اعمل ده علشان انا بحب ده، وعشان انا لما هصور الفيديو ده وانزله كده على يوتيوب هحس ان انا عملت حاجة. بس فناخد بالنا من دماغنا ومن الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، ونسمحش للصوص الاحلام انهم يسرقونا، يسرقوا احلامنا. عشان في ناس كده انت جاست ما بتحكي لهم انا عايزه اعمل كذا وبعمل كذا وشغال على كذا، هيقعدوا زي ما قلت لكم يقللوا منه ويحكروا منه وكده. فطز الناس دي بجد ما حدش يتعامل معاها. مش اي حد يحاول يبين لك انه كويس يبقى هو كويس. انا حاسه ان الفيديو قلب بقعدة فضفضه والله، يعني انا كنت من الاول ماشيه على بوينتس وبعدين دلوقتي بقى. واخيرا عشان الفيديو طول، يعني طول قوي عن اللي انا كنت عامله حسابه، ما تبرروش، ما تبرروش لحد. انتوا بتحبوا الحاجه دي وعايزين الحاجه دي، مفيش بقى حاجه اسمها اصل عشان هي واصل عشان هي. ما تدوش مبررات لحد اصلا. مش هو عايز ايه، انت عايز ايه في الاخر؟ يعني عايزني اقولك انا بحبها عشان كده، هتقولي بس ده برضو مش سبب. مالكش دعوه، انا بحبها، انا عجباني، عاجبني كده. فبس بجد بس. وكذلك برضو الحاجة اللي مش مريحاك مش لازم تبرر هي مش مريحاك ليه. كلمة مش مريحاني كفاية، مش لازم اقول مش مريحاني ليه ابدا. مش حقك تعرف. لو انت مين والله ما حقك تعرف. يمكن انا نفسي ما كنتش عارف هي مش مريحاني ليه، بس انا مش مرتاح بس. فما نبررش، لان التبرير ده اصلا بياخد مساحة كده من نفسية الواحد وطاقته، ملهاش لازمة. ما نهدرهاش في حاجات عبيطة ولا هتودي ولا هتجيب ولا هتنفعنا. نركز مع نفسنا ومع حياتنا، واحنا هنا موجودين كلنا، المفروض نبقى في عون بعض. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وانا مش هتكلم بقى اللي هو نفسيتك هو عشان تحسن نفسيتك، تحسن علاقتك بربنا، عشان انا اخر حد يتكلم في الحتة دي، وانا مش مؤهلة اصلا ان انا اتكلم في حاجة زي كده. اللي يقدر يعمل حاجة كويسة يعملها، ويخلي باله من نفسيته، لان الانسان زي ما قلتلكوا نفسية. مع السلامة، هتوحشوني.